ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. هنحضر مع بعض النهارده احلى بودره تانك هتعمليها في البيت بمكون كلنا بنرميه. رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. وطبعا ما بنستغناش عن عصير التانك او عصير الفروتي بالبرتقال. بجد حلو جدا الموضوع النهارده، مختلف تماما. بجد اختراع. مشروب البرتقال جميل جدا، ريحته بتبقى نفاذه وطعمه بيبقى حلو قوي قوي، وكمان لونه زي ما انتم شايفين كده. حاجة بسيطة جدا كلنا بنرميها يا بنات، ولكن هنستفاد منها. وهتعملي منها كمان عصير زي ما انت شفت كده، ما شاء الله. مكون واحد بس اللي هو قشر البرتقال، شايفين يا بنات؟ وكمان برطمان واحد هتعمليه بتمن 3 براطين بنجيبيه من بره. هنجيب كمية البرتقال اللي تناسبك، سواء برتقان بسرة او برتقان سكري او برتقان بلدي زي ما انت عايزة. المهم هنجيب البرتقال زي ما انت شايفة كده، واغسله كويس قوي قوي، القشر كويس اغسله. وبعد كده هبدا اقشره بالقشاره، وتقشري كده على العايم. اهم حاجه ان اخد القشر البرتقال، ما اخدش القشره البيضه اللي بتبقى جوه، لان القشره البيضه اللي بتبقى جوه دي هتمرر معاكي العصير. تمام؟ فبقدر الامكان وانت بتقشري خلي ايدك خفيفه كده على القشره. انا عايزه القشره اللي بره زي ما انت شايفه كده، شايفين؟ حلو قوي قوي وما بتاخدش معاكي وقت. ودلوقتي موسم البرتقال، كل سنه وانتم طيبين. هاتوا الكميه اللي تناسبك وابداي بقى خزنيها. بجد هتنفعك في حاجات كتير، يعني بعيد عن كمان انه هيبقى عصير، هتنفعك في حاجات كتير جدا جدا. تابع معايا الفيديو للاخر، بجد هتستفادوا منه. بس كملي الفيديو معايا للاخر، وما تنسيش لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. شايفين؟ هجيب الكميه دولت يا بنات 3 كيلو برتقال، هناخد القشر بتاعهم. هنبدأ القشر زي ما انت شايفة كده. ولو جت معاكي قشرة كده وفيها حتة بيضة، حاولي شيليها عشان ما تمررش معاكي العصير. طبعا مشروب البرتقال من المشروبات الجميلة جدا، الحلوة طبيعية وطريقتها سهلة. وكمان ممكن تفرزي القشر البرتقال ده بكميات عندك، هتستفادي منه في حاجات كتير. هنبدأ نقشر كل الكمية بالشكل ده. وطبعا بكون محضرة بقى صينية حلوة كده عشان احط عليها القش ده، واكون مولعة الفرن بتاعي على درجة حرارة اهدى درجة، يعني حوالي كده 170 او 160. لو عندك فرن غاز هدي الدرجة خالص. شايفين؟ عملت كل الكمية اهي. اعملي بقى الكمية اللي تناسبك. واهم حاجة بشيل القشر الابيض ده، وهنفرطه كده في قلب الصينية، وهدخله الفرن لحد ما احس ان هو ناشف معاكي. تمام؟ بالشكل اللي انت هتشوفيه ده. غاب معايا حوالي ساعتين في الفرن على نار هادية جدا. كل شوية اخش اقلب فيه. شايفين قد ايه بيتفرج بين ايديا؟ هنبدأ بقى تجيبي المطحنة بتاعتك او الكبة، ونبدأ نطحنه بالمطحنة. واخليه ناعم بقدر الامكان، لان طبعا لو خلتيه خشن وعملنا بيه العصير هيبقى فوق العصير كده مش هيبقى كويس. انا هنعمه بقدر الامكان، وبعد ما نعمه كمان هنعديه على مصفى ضيقه عشان يبقى ناعم معايا. شايفاه؟ هنبدا بقى ننخله عشان ما يكونش فيه اي حاجه خشنه، عايزاه ناعم جدا. طريقه سهله وبسيطه، ومكون كلنا بنرميه هنستفاد منه. تعالي بقى ننخله ونعمل كل الكميه بالشكل ده. وطبعا لما ننخله هيطلع منه حاجه، يعني هتطلع منه برضو قشر كده برتقانه اهوت. الناشف ده هيبقى بقى يعني هيبقى خشن. هنضربه في الكبه كمان مره، وبعد كده ننخله نطلعه يبقى ناعم خالص. ولو بقى معاكي حاجات خشنه كده هتستفادي منه برضو، مش هنرميها اهو. زي ما انت شايفه انا خلت بقى الدفعه التانية اهي. وهيتفضل كام معلقه كده خشنين برضو، مش هرميهم، احطهم على جنب كده في كيس او في برطمان اغسل بيه الفراخ، اغسل بيه السمك، بيضيع ريحه اي زفاره. تعالي بقى نعمل بقى مشروب التانك بتاعنا او بودره التانك بتاعنا. معايا نص كيلو من السكر، ولكل نص كيلو معلقتين كبار هرميين من بودره التانك اللي احنا عملناها دي، او من القشر البرتقاني اللي احنا عاملينه ده. تمام؟ هنبدا نحط ربع معلقه من ملح الليمون. ملح الليمون بيدي المزازة في الطعم زي التانك اللي انت بتجيبيه من بره او اللي انت بتشربيه من بره. والمكون الاساسي هو يا بنات قصنص البرتقال، بتجيبيه من عند العطار وتحطي الكمية المناسبة اللي تحسي ان هي الريحة والطعم كمان. ولكن احنا حاطين القشر البرتقال مغطي، يعني مديله طعم حلو قوي قوي. وكمان مديله لون جميل، يعني حاجات مش صناعية، جميلة جدا بدون حاجة صناعية. احنا بس بنحط كمان لون صناعي اللي هو لون البرتقاني ده او اللون الاصفر ده، عشان يبقى لونه ايه، يعني قادح شوية. هنبدأ نبس الحاجات دي كلها، ولو لقيت اللون خفيف
ابدأي حطي له كمان معلقة. يبقى احنا حطينا معلقتين كبار هرميين من البودرة اللي احنا عملناها على نص كيلو من السكر، وحبة ضعف الكمية تمام. حطينا ربع معلقة من ملح الليمون اللي هيديله المزازة زي المشروب اللي بتجيبيه من بره، وحطينا كمان قصنص البرتقال وده اهم مكون. شايفة؟ ده بودرة بقى هنسيبها على جنب، هستخدمها زي بديل الفانيليا، ادخلها في البسكوت، في الحلويات، في حاجات كتير. هنبدأ نجيب البرطمان، واهم حاجة تعقمي برطمانك كويس قوي قوي عشان لو حطيتيه بره التلاجة. بعقمه على بخار مية كده واسيبه لما ينشف، وابدأ اعبي البودرة التانك اللي احنا عاملينه ده. بجد الموضوع مختلف النهاردة، اختراع عصير البرتقال هيبقى حلو قوي، سريع التحضير وبدون مواد صناعية. هنبدأ بقى البودرة اللي معانا دي هنحطها في برطمان ونسيبها على جنب. هستخدمها لو مفيش عندي فانيليا، هستخدمها في الحلويات، ممكن تستخدمها كمان تغسلي بيها الفراخ، يعني حاجات كتيرة قوي. بجد قشر البرتقال حلو جدا جدا، من الريح ريحته بتبقى نفاذة وحلوة قوي. تعالي بقى نعمل احلى كوبايه عصير برتقال. هنبدا نجيب الكوبايه ونحط الميه، ونبدا نحط بقى يعني ممكن معلقتين 3 لحد ما توصلي للدرجه اللي انت عايزاها. حابه تحطي سكر حطي، تستكفي بالسكر اللي احنا حاطينه تمام. شايفين؟ بجد انا دقته حلو قوي قوي. ولو لقيتي اي حاجه فوق الوش من القشر البرتقال ممكن تصفيه، لان احنا كنا منعمينه جدا جدا، وكمان عدناه على مصفى ضيقه ولكن ما فيهوش اي حاجه. شايفه؟ بس بقول لك عشان لو صادفك او قبل او شيء وارد يعني اني قبلك قشر برتقال فوق الوش العصير. انا دقته لقيته عايزه كمان معلقه، بدات احط له معلقه وازود له الكوبايه كمان ميه اهي، وقلبته. بجد لونه حلو جدا وطعمه من غير مواد صناعيه بحلو قوي. واليومين دولت موسم البرتقال في السوق، الحقي هاتيه وخزنيه، هتحبيه جدا جدا. رمضان على ابواب، اعملي لك برطمان بتمن 3 براطين بتشتريه من بره. بجد حلو قوي وبدون اي مواد مضره بالصحه، وحلو قوي جميل. انت هتستفادي منه كمان، جربيه وهتدعي لي. ممكن في الوقت ده هتحطيه بباب التلاجة، تحطيه على الرخامه، حلو قوي. شايفين البودره اللي احنا عاملينها كمان؟ بديل الفانيليا، بديل لحاجات كتير، دخليه في بسكوت، في كحك، حلو قوي قوي. يلا قومي اعمليه، مستنيه ايه؟ البرتقال اليومين دولت في السوق. وما تنسيش بقى بدعوه حلوه منكم. يا رب الفيديو البسيط ده يعجبكم، اشوفكم على خير. السلام عليكم.